السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلفك بالله ما تخرج من الفيديو، لان الحلقة ديت هتعجبك قوي قوي قوي، لان انا جايب لك اعلان رسمي عن الحلقة ال182. ولو ما عجبكش الفيديو دوت انا بقول لك الغي اشتراكك من عندي، ما تتفرجش عليا مرة تاني. بس قبل ما نبدأ في القصة نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا عشان خاطر ما اطولش عليكم في الكلام وتزهقوا مني. يلا بينا. طبعا حضراتكم الموضوع انتهى في الحلقة اللي فاتت على عثمان لما راح ودعا ربنا سبحانه وتعالى بان هو يظهر له الحقيقة وان هو ينصره على ايه؟ على القوم الكافرين. وهنا عثمان اتفاجئ لقى الحصان الابيض اللي هو بتاع بلا، الحصان اللي كان مجروح لما بيجوم عورته وجري واختفى، وقعدوا يدوروا عليه فترة طويلة جدا وما قدروش يوصلوا للحصان. الحصان ده جاله في قلب الغابة وبشره بان زوجته لسه على قيد الحياة. عرف ازاي عثمان ان زوجته لسه على قيد الحياة؟ عثمان الحصان اخده وراه عند الشجرة بتاعتهم. اتفاجئ عثمان بان الحصان واخده عند الشجرة، افتكر الحلم اللي هو حلمه او الرؤية اللي هي جات له، ولقى عثمان المنديل الاحمر قدام منه. وهنا عثمان مسك المنديل الاحمر واتأكد 100% بان زوجته بلا لسه على قيد الحياة. هنا عثمان مسك الحصانين بايدين اتنين، واحد من اليمين وواحد من الشمال، الحصان الابيض والحصان الاسود. واثناء ما كان ماسكهم واقف، وبعد كده مشي عثمان واتفاجئ وهو ماشي في الغابة رايح ناحية الشجرة، لقى مين جاي عليه؟ بعد طبعا ما شاف زوجته وهي بتبكي بالدموع، وقف حزين عليها جدا. اتفاجئ عثمان لقى مريم جاي عليه في الغابة. قال لها: مريم ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مريم ايه اللي جابها هنا؟ وهنا طبعا كانت المفاجأة. مريم قالت له: انتظر يا سيدي، ده انا بدور عليك وما كنتش عارفه اوصل لك. قال لها: انت جايه من ناحية الطريق بتاع القلعة، انت جايه منين؟ قالت له: ده انا كنت بدور عليك يا سيدي لان في موضوع مهم جدا عايز اكلمك فيه. انا شاكه بنسبه 99% بان ام بلا لسه على قيد الحياه. قال لها: ازاي وعرفت ازاي وبتاع؟ قالت له ان صوفيا كانت بتدور حوالين الكوخ قبل ما بيجوم تولع في الكوخ، فانا نسيت من حزن على امي، نسيت ان انا اقول لك على الكلام دوت. قال لها: ازاي معلومه زي ديت ما تقوليليش عليها يا مريم؟ قالت له: يا سيدي سامحني. اجتمع عثمان باولاده علاء الدين وأرهان وراحوا قعدوا في مغاره، وابتدى يقول لهم على البشرى اللي جات له، وابتدى يقول لهم على المنديل وحكى لهم القصه. فرح علاء الدين وفرح أرهان جامد جدا، واخدهم بالحضن وقال لهم: من بكره ان شاء الله هنبتدي ان احنا نجهز ان احنا نرجع القبيله بتاعتنا ونروح ناخد ان شاء الله القلعه بتاع اخا حصار، هنرجعها تاني في حقنا. وخدوه بالحضن هما الاثنين، وابتدى عثمان يدبر معاهم الخطط بتاعتهم. اول خطه ابتدوا يعملوها ان هم يخرجوا المغول من القبيله ويطلعوهم الى ايه؟ الغابه. وهنا بالفعل قدروا يعملوا فخ للمغول وخلوا المغول طلع كله للغابه، منهم بيجوم ومنهم ايبالي. وهنا طبعا يوسف راح ظهر قدام اخته ورفع عليها السيف وقال لها: بيجوم انتظر يا خاينه، انتظر يا بيجوم يا خاينه. الحلقه هتعجبكم جدا. قالت له: يوسف ايه اللي جابك هنا؟ انا مش خاينه. المهم قال لها: لا انزلي وتعالي حاربيني، انا اللي هقتلك بايدي. وهنا اتفاجئت بيجوم وايبالي، لقوا عثمان والمحاربين بتوعه ورا منها وحوالين محصرينهم بالظبط. راحت امرت بيجوم المغول بان هو يقتل كله من عثمان ويقتل يوسف ويخلص على الكل. ده بيجوم اللي في ايه؟ اللي خلاص جابت اخرها. وبالفعل هجم المغول على عثمان وعلى يوسف، وابتدى المغول يهجم من كل مكان، وابتدى عثمان ويوسف والمحاربين يحاربوا في المغول. ايه الحكايه؟ الموضوع ده بجد، الموضوع دوت انتوا ما شفتوهوش في الحلقات اللي فاتت. اللي انا بقول لكم عليه ده ما ظهرش في الحلقات اللي فاتت، ولا يوسف قابل اخته في الحلقات اللي فاتت. عشان كده انا بقول لكم الاعلان ده رسمي والموضوع بجد. وابتدى فعلا الحرب يقوم ما بين عثمان وبيجوم وايبالي ويوسف. وهنا هيبتدى عثمان
هل هو فعلا هيقدر يمسك ببيجوم وهيمسك بأيبالي؟ ده اللي المعلومة ديت مش عندي في الوقت الحالي، لكن قريب جدا انا هجيبها لكم. لكن اللي ظهر قدامي الجديد اللي احنا ما شفناهوش في الحلقات اللي فاتت. وهنا حضراتكم ابتدوا يحاربوا المغول ولغاية ما نزلوا بيجوم من على الحصان وأيبالي من على الحصان، وابتدى عثمان يحاربهم. هنا عثمان ابتدى يروح ناحية القلعة اللي هي بتاع أكا حصار عشان خاطر ان هو ينقذ بلا زوجته، بعد ما عمل الخطة اللي هي وخلى بران والمحاربين وأرهان وعلاء الدين كلهم راحوا عند القلعة هناك، وابتدى يعمل كمين هناك عشان خاطر يفجر البيبان بتاع القلعة. كانت هنا بلا محبوسة داخل الغرفة بتاعة السجن، وكانت حزينة جدا، والغرفة مليانة مية وطينة لأن كانت صوفيا بتعذبها. وفجأة جات لها صوفيا وقالت لها انت آخر يومك النهاردة، عثمان أتى لا يعني خلي بالكم، عثمان أتى تمام، وهتكون نهايتك انت وعثمان النهارده يا مين؟ يا بلا. وبالفعل بلا راحت قايمه وخلت صوفيا قربت عليها وراحت مرجعه دماغها لورا، ودب بالروسيه راحت ضربه صوفيا ضربه قويه جامده طيرت صوفيا لورا. صوفيا ما كانتش عامله حسابها ان هي هتاخد الضربه القويه ديت من بلا. زي ما انتم عارفين بلا بنت الشيخ أديب علي هي قويه ومحاربه قديمه جدا من البدايه. وبالفعل ابتدت صوفيا هنا تتعصب جامد جدا على بلا، وامرت بان هم ياخدوا بلا ويسلسلوها ويطلعوها بره في الساحه. وهنا طبعا بلا ابتدت ان هي تسلم نفسها لصوفيا، ولكن عارفه ان عثمان هينقذها. وبالفعل خدوا بلا وطلعوها بره بعد ما ربطوها بالسلاسل، وكان أرهان وزوجته وعلاء الدين هنا رايحين على القبيلة عشان خاطر يخلصوا الأهالي من الظلم والذل اللي كانوا موجودين فيه على إيد الطوغة. أما بالنسبة عثمان هو وبران وبقية المحاربين موجودين في القلعة، عملوا فخ للدخول من البيبان، وابتدوا ان هم يفجروا البيبان بالسهم الناري والبارود لغاية ما هم قدروا يخشوا داخل القلعة. وعلاء الدين وأرهان والمحاربات والمحاربين راحوا على القبيلة عشان يخلصوا على بقية المغول الموجودين في القبيلة ويستردوا القبيلة بتاعتهم، لأن ألغان وبقية المغول 3/4 كلهم موجودين في الغابة بره. وبالفعل هنا قدر أرهان يسيطر على القبيلة، ولكن ما ظهرش بالظبط هل هو أخذ القبيلة ولا لسه. المعلومة دي مش عندي في الوقت الحالي عشان ما اكذبش عليكم، ولكن أوعدكم إن أنا هجيب لكم المعلومات الصحيحة. وهنا غنجة كانت بتشيل الطفلة الصغيرة وتضرب بكل شراسة وتحارب المغول بكل شراسة، لكن أنا توقعاتي بنسبة 50% بأن أرهان وعلاء الدين هيقدر يسترد القبيلة بتاعته وهيقدر إن هو يخلص على المغول. أما بالنسبة للطوغة مش عارفين الطوغة إذا كان هيهرب ولا هيقع تحت إيدين أرهان. وهنا حضراتكم عثمان بالفعل قدر يفجر البيبان بتاعة القلعة، وقدر عثمان يخش داخل القلعة. هنا طبعا كانت صوفيا رابطة بلا بالسلاسل في داخل القلعة، وجاء المحاربين اللي هم بتوع صوفيا وبلغوا صوفيا قدام بلا، قالوا لها ان عثمان اتى ودخل داخل القلعة. عثمان دخل داخل القلعة. فطبعا هنا كانت بلا مبسوطة جدا من السماع دوت، وكانت متأكدة وواثقة ان عثمان هيخش على القلعة وان هو هينقذها بالفعل. وفعلا عثمان دخل على القلعة وابتدى ان هو يحارب وابتدى ان هو يهاجم، لكن لحد هنا ما عنديش معلومات تانية اقدر اقولها لكم. هل هو انقذ بلا واخدها ولا لا؟ ده اللي لسه هقوله لكم ان شاء الله في الفيديو القادم. بس حضراتكم هنا كل اللي انا عرفته في الموضوع بان عثمان قدر ان هو يعرف الحقيقة من مريم، لكن مريم او حليمة او بيونة ما ظهرتش عن نفسها وما كشفتش عن نفسها ان هي ممكن تكون بنت
بلا او ممكن تكون بنت عثمان. هي لسه حليمة هتبتدى ان هي تبحث في الموضوع، بس مش في الحلقة ال 182، هيكون في الحلقة ال 183، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين ان حليمة هتبتدى تبحث عن الحقيقة، وهتبتدى ان هي تحاسب صوفيا على اعمالها، وهتعرف مين امها الحقيقية، وهتعرف مين ابوها الحقيقي. هنا حليمة او مريم هي وصلت المعلومة لعثمان بان بلا موجودة في القلعة بتاع أقا حصار، وعثمان بعد ما شاف الحلم بتاعه والرؤية بتاعته، وشاف الحصان الأبيض اللي هو ألاجة بتاع بلا وداه عند الشجرة ولقى هناك المنديل، تأكد عثمان بأن بلا موجودة وما زالت على قيد الحياة، وابتدي ترجع ليهم القوة تاني، ويرجع ليهم الحماس، وترجع ليهم الثقة في نفسهم ان هم يرجعوا القبيلة بتاعتهم، وان هم كمان هيرجعوا القلعة بتاع أقا حصار، وهيبتدوا ان هم يحاربوا صوفيا. وصوفيا هنا هتروح فين؟ هل هي هتهرب ولا لا؟ ولكن بيونا هترجع تلبس لبسها التاني البيزنطي، وهتروح لخالتها اللي هي صوفيا. دي توقعاتي انا، وان شاء الله هتكون حقيقة. وهنا هتروح بيونا هتلاعب صوفيا على الشناكل، زي ما بيقولوا باللغة بتاعتنا، ده انا هلاعبكم على ايه؟ على الشناكل. هتروح صوفيا هنا هتستغرب من الافعال اللي بتعملها بيونا، وهتبتدي تشك ان بيونا عارفه حاجه عن الموضوع، لكن هي كانت عارفه ان بيونا خرجت من القلعه، ولكن بيونا ما كانتش خرجت. بيونا كانت داخل القلعه وقدرت تتسلل لغايه غرفه السجن جوه، وسمعت كلام صوفيا وسمعت كلام بلا عن كل حاجة، عن قصة حليمة وغرق حليمة وانقاذ حليمة وان مين بنتها، وسمعت كل حاجة بالتفصيل. وهنا حضراتكم ابقى وصلت معاكم لنهاية الحلقة. لو عجبتكم الحلقة حضراتكم يا ريت يا ريت يا ريت تكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وصلوا على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله. ان شاء الله هجيب لكم اخبار جديدة وحاجات جديدة جدا، بس احنا مش عارفين. ان شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين، داخل علينا شهر رمضان الكريم، مش عارفين اذا كانت الحلقة الجديدة هتتذاع ولا لا، بس تابعوني واشتركوا معايا دلوقتي في القناة، عشان خاطر اي حاجة جديدة واي اعلان جديد ان شاء الله هتلاقوه موجود على قنواتي. وهنا حضراتكم ابقى وصلت لنهاية الفيديو بتاعي، واختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقول لكم بحبكم في الله. كان معكم اخوكم هاني الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.